ايه يا مامي؟ لما بنوصل الولاد المدرسة طبعا اصحاب الباصات دول في حتة تانية خالص، احنا مش بنتقارن بيهم لان دول مش بنشوفهم غير في حفلات التخرج، فدي ناس بصراحة احنا واخدينهم قدوة في حياتنا. الى ان الماميز التانيين اللي زي حالاتي اللي بيوصلوا ولادهم كل يوم الساعة 6 الصبح. انا عديت بكل مراحل التربية مع ولادي، انا كيس وصباح الفل وصباح الخير وحضن المامي، في العربيه ضرب وتلطيش عشان بيتخانقوا على حاجات ملهاش لازمه، بيطلبوا حاجات على اساس ان هم محتاجين ياخدوها من البيت معاهم المدرسه، نسيوا اللانش بوكس فهقعدهم جعانين، يعني في شويه حاجات كده ثواب وعقاب حصل طول الطريق. فكره ان انا بقى يبقى وشي باين عليه ان انا مبسوطه ده صعب، صدقيني احنا بقالنا نص ساعه بنزعق. تاني حاجه بقى والاهم، ان الناس اللي زعلت السنين اللي فاتت من الاسدال والشبشب اللي انا كنت بنزل بيه، انا عملت اوتفيت على فكره، هو اوتفيت قالب بنطلون بيجامه على تيشيرت ساده، يعني ده اللي انا كنت عاملاه لاني ما عرفتش اجيب انضف من كده، وبرده ما استغنيتش عن الشبشب، فكده كده نفس المنظر مش فارقه حاجه. متهيألي انا بفكر ارجع لاسدالي، يعني حتى تبقى حاجه حشمه كده ولذيذه. فانا برده مش هعرف انزل اسلم على حضرتك، فوالله انا ولا كرهاك ولا ما بحبش المدرسه ولا انا مش طايقه نفسي ولا انا بعامل عيالي وحش خالص. انا عديت بس بمراحل تربيه كتيره قوي على الساعه 7 الصبح، مع ان انا لابسه طقم يعني غير مؤهل اصلا ان ابويا يشوفني اساسا، فانا حاسه ان انا محتاجه ان انا اقعد في عربيتي شويه. تلاقيني مكشره لابسه نضاره واكله نص وشي على اسنان عامله فيها جامده، بس خالص والله انا اصلا نايمانه تحت النضاره، لسه شايله هم اللحمه اللي انا هروح اعملها بس مش اكتر. بس انا بحبكم.